شحال زوين تكون تتملك دارك وما يدقش عليك مول الكرا. هذه نعمه. تكون فيها 50 متر ولا 90 المساحه ماشي مهمه، المهم تشد عليك دارك ويكونوا فيها الاساسيات. هذا هو موضوع الحلقه، خليكم معنا. الضيف ديالنا اليوم هو السي مهدي. بغيتيو تعرفوا عليه اكثر وتعرفوا الطلبات ديالو وتسمعوا النصائح كذلك اللي غادي نعطيو في الاخر الحلقه. خليكم معنا. كيف ما سبق لي وقلت لك السي منصف، انا اب ديال جوج الوليدات والمهنه ديالي خياط. المدخول الشهري ديالي متوسط، وعلى ما سمعت مؤخرا الاثمنه ديال العقار شويه طالعه وهي من الكرا. ما نكذبش عليك، بغيت ندير الدار ديالي وهذا كيبقى مثلا حلم كنتمنى انه يتحقق. لا سي مهدي، هذا ماشي حلم، هذه حقيقه. واليوم السكن الاقتصادي هو الحل ديالك باش غادي يفكك من هذا المشكل هذا، وان شاء الله تكسب دارك وبهذاك الثمن اللي بغيتي. حنا كنتواجدوا في هذه الشقه هذه اللي عزلنا للسي مهدي على حساب الطلب ديالو. هكا غنديروا الزياره وغنفسروا ليه كاع الاساسيات وشنو فيها والفصاله ديالها، هكا يكون عارف كاع المعلومات قبل ما يشري الدار ديالو ويكون مقتنع. الصراحه الدار زوينه سي منصف، ما عندي ما نقول. والمفاجاه هو انا كنت معول غير على جوج البيوتات، صدقت لقيت 3 ديال البيوتات. غير هو عندي واحد التساؤل بسيط، واش لا كانت المساحه زايده كيكون حتى هو الثمن زايد ولا كيبقى نفس الثمن؟ دابا هذا سؤال زوين طرحوا علينا مهدي، وهي واش الثمن كيتغير مع المساحه؟ انا هنا تنقول لك ما كيتغيرش الثمن. الثمن ديال السكن الاقتصادي هو 25 مليون، ولكن باش تكسب دارك خص يكون واحد الشروط وغادي تتبعهم معايا. اولا باش تاخذ دارك في السكن الاقتصادي خصك تكون عندك شهاده عدم الملكيه، هي ما عمرها كانت عندك شي دار وما كتكسب حتى شي دار، باش تقدر تستافد من هذاك الدعم ديال الدوله باش تاخذها ب 25 مليون. هاد الدار الاقتصاديه ما يمكنلكش تكريها لمده 4 سنين، والا غادي تكون كتخالف القانون، وما يمكنلكش ايضا تبيعها لمده 4 سنين. وفي حال نتما بغيتي تبيعها قبل ما تسالي المده ديال هذه الاربع سنين كيمكن لك، ولكن غادي تخلص هذاك الفرق اللي انت استفدتي منه من الدعم. وهذا الشيء انا كنصحك انك تمشي عند الموثق، هو اللي غادي يقدم معك هذه الاجراءات. من بعد المفاجاه اللي لقى مهدي ديال 3 البيوت، دابا كنشوفوا باللي ان الدار ما فيهاش المساحه الضيعه وكل حاجه شاده بلاصتها. على الله يزعم. شنو بان لك مادام نوال في الدار؟ بحكم انك اختصاصي في الديكور الراي ديالك كيهمني. الصراحه ما عندي ما نقول، الاولويات والاساسيات كلهم كاينين. الحمام، كوزينه ايكيبي، تبارك الله البلاكارات اونكاستري، الشراجم بالالومنيوم، الجليج زوين، الفصاله مزيانه ضاويه. ما عندي ما نقول الصراحه، توكل على الله. الفينيسيون زوين. بحال السي مهدي ولات نتوما الا كنتيو في هذه الحاله وخديتيو دار شويه صغيره وبغيتيو تستغلوا كاع المساحات، غنعطيكم النصائح. النصيحه الاولى وهي نستغلوا المساحه ديالنا في المتر المكعب. ما معناها؟ انها كنستعملوا حتى الحيوطات هما كنستعملوهم باش نستغلوهم، نديروا دي زيتاجير ولي موبل اللي كنحطوهم هكا افقيين ماشي عموديين. النقطه الثانيه كذلك وهي لي موبل ولا كاع النوامس ديالنا يكونوا فيهم جوج استعمالات. ما معنى هذا؟ يعني طبلات الماكله مثلا نستعملوها بحال بيرو، ناموسيه تكون كتحل كنجمعوا فيها، كذلك الفوتوي كيولي ناموسيه. هادو هما الامثله. ثالث نقطه والنصيحه اللي مهمه كذلك وهي المرايات. نحاولوا نغلفوا الحيوطه ديالنا بالمرايات، هكا كتبان المساحه كبيره وكذلك كنربحوا في الاضاءه. النقطه الاخيره وهي عفاكم دائما نقصوا الاثاث وحطوا غير اللي مهم، اللي غادي تستعمل هو اللي نخليوه. هادو هما النصائح المهمين باش هكا نستغلوا المساحات ديالنا. دابا السي مهدي ما عليك غير تزعم وتوكل على الله وثق في الخبراء وبالصحه والراحه الدار. الله يعطيك الصحه نوال، حلول كانت في محلها وفي بلاصتها ومهدي مشى فرحان. كنتمنى هاد النصائح يكونوا فادوكم شي شويه، وبالنسبه للناس اللي غادي يستثمروا وغادي ياخذوا واحد الدار اقتصاديه زعموا وخذوها، وتبارك الله عليكم، والى حلقه مقبله ان شاء الله.